بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زلفة في الله والمرحبا. مرحبا بكم. رمضان مبارك كريم للجميع، ان شاء الله تصوموه كامل بالصحة والهنا، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. كيما اليوم كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم بريوش رمضان اللي نشروه عند المحلات، عند لي بولونجيري. جبت لكم الوصفة الأصلية لهذا البريوش المحشي كريمة الفانيلا وكريمة الشوكولاتة. هذا البريوش نحبوه بزاف في رمضان، نسحروا به. نتمنى تعجبكم الوصفة ونروحوا مباشرة إلى الوصفة. هنا كما راكم تشوفوا عندنا المقادير، مكونات تاع البريوش. هنا عندي كاس حليب، يعني سخنته تياد، دفيته برك 220 مليلتر اللي هي 220 غرام. عندي السكر 80 غرام 6 ملاعق. الزيت ربع كاس اللي هو 60 غرام كذلك اللي هي 60 مليلتر. حبة بيض، وعندي بياض البيض، وهذا الصفار راح ندهن به. وعندي غرفة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة. وهنا عندي كركم باش نلونو البريوش تاعنا. كيما نعرفوا البريوش هذاك اللي نشروه في رمضان تاع برا يجي صفر. انا حندير الكركم، ولا تحبوا ديروا ملون غذائي اصفر ولا زعفران. الكركم ماش راح يغير في البنه تاع البريوش، ماش راح يعطي له ذوق. وعندي خميره الخبز، انا هنا نستعمل خميره فوريه دونك تاع الخبز هي 5 غرامات، حنستعمل زوج يعني تكون عندي 10 غرامات. وهنايا عندي الفارينه ولا الطحين ولا الدقيق الابيض، كل واحد كيفاش يسميه. هنا عندي هذايا خاص بالبريوش. من الاحسن تستعملوا هذه تيب 45 ولا رقم 54 من الاحسن. واللي ما عندوش ماشي مشكل. هادو هما المكونات اللي نسحقوهم لهاد البريوش. هنا رايحين نبداو في طريقه تحضير البريوش. نحط الكاس تاع الحليب، لازم يكون دافي، يكون تياد. نزيد له السكر، نزيد له الخميره تاع الخبز، لوفور دو بولونجي ولا لوفور بولونجير. انا حطيت زوج اكياس، في كل كيس عنده 5 غرامات، يعني في كل 10 غرام تاع الخميره. هكذا نزيدو الزيت، نزيدو البيض. عندي هذاك البياض، وعندي الحبه. اذا بياض وحبه بيض. هنا راح نضيف هذيك حبه بيض، كنت درت بياض وهنا حبه بيض. هذا هنا رايحه نزيد ملعقه هذيك صغيره تاع الملح. وهنا الكركم ولا الملون الاصفر. انا حنحط ملعقه صغيره خل، ولا تقدروا ديروا ملعقه اكل حليب بودره. اللي ما تحبش تستعمل بيتخا ولا ما عندهاش بيتخا تعجنوا باليد. هنا راح نبدا نضيف بشويه شويه الفارينه ولا الطحين. اهو غربلته، انا هنا غربلت 600 غرام، ومن بعد نشوف على حساب الحاجه، يا اما يبقى يا اما نزيد. ممكن نبدا نحط الفارينه تاعي ولا الدقيق الابيض اللي هو الطحين. هذا العجينه تاع البريوش هي لازم كاع لي بغيوش كامل، اي نوع تاع البريوش تحبوا ديروه لازم ديروه يتلاصق باش يجيكم خفيف. لازم يجي يتلاصق، ما لازمش ديروه ناشف، ما لازمش ديروا العجينه يابسه. من بعد البريوش راح يجيكم يابس، باش يجيكم خفيف وطري
لازم ديروا العجينه طريه، تكون طريه تتلاصق في اليدين. هذا هو سر نجاح البريوش. اذا هنا راح نعجن البريوش تاعي انا بالعجانه. هنا كما راكم تشوفوا عجنته بالبيتخان حوالي 3 دقائق هكذاك. بلي تقدروا تعجنوا حتى 5-6 دقائق. شوفوا العجينه كيفاش تجي هايلك، تجي تتلاصق. شوفوا تجي تتلاصق. هنا كما راكم تشوفوا غطيتها بالفيلم غذائي هكذا، وريحه نزيد ندير عليها ان طورشون هكذايا، ونخليها تخمر حوالي 45 دقيقه الى ساعه. اذا هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خمرت العجينه تاعي رايحه نحيلها نديغازيها، يعني نحيلها هذوك الغازات تاع التخمار. نرش شويه فرينه فوق بلون طرافاي، فوق سطح العمل تاع المطبخ. وهنايا رايحه نقطع العجينه. انا قطعتها درت 5، تحبوا ديروا 4 كبار ولا 5 يكونوا شويه متوسطين. هكذا تكوروهم وتخلوهم بجيه. نغطيوهم باش ما يقعدوا طريين، ما ينشفوش. ونبداو نحلو بوحده بوحده. نحلوها بالحلال هكذايا، نرشوا شويه فقط بالطحين ولا الفرينه، ما تستعملوش بزاف الفرينه. تحلوهم رقاق ومن بعد تبداو تغلقوا فيهم. هنايا العمليه هذه باش تجينا البريوش تاعنا يجينا خفيف من الداخل، ما يجيش معجن. هكذا نشكلوهم على شكل خبيزات. تغلقوها مليح باش ما تتحلش كي طيب، وهذيك الفتحه ديروها من تحت باش كي تنفخ ما يتفتحناش. هكا تسوديوها مليح مليح. هنا بعد ما شكلتهم حكمت هنايا صينيه وفرشت لها ورق الطهي. هنا راح ونخليهم يختمروا. هنا راح نوجدوا كريمه الباتيسير. اذا هنا حطيت 30 غرام مايزينا و45 غرام سكر جلاس وزوج صفار بيض. نخلطهم مليح جيدا هكذا كما راكم تشوفوا. وهنا رايحه نحط الحليب يسخن. هنا عندي 20 سنتيلتر تاع الحليب اللي هي 200 مليلتر، اللي هي 200 غرام. رايحه ندير لها الفانيلا. هنا عندي لاغوز دو فاني كما راكم تشوفوا. استعملوا الفانيلا اللي عندكم. هنا بعد ما الحليب تاعي غلى هكذا رايحه نفرغ بشويه اونفيلي هكذا، نفرغوا بشويه ونحركوا بسرعه على هذاك الخليط تاع البيض والسكر والمايزينا. نعاودوا نرجعوا الخليط تاعنا داخل لا كاسرول الكاسرونه تاعنا، ونعاودوا نحطوها على النار ونحركوا بلا عقل على نار هاديه
ونحركو باش ما هكذايا باش ما تجيناش هذوك لي غرومو، ولا باش ما تجينا كريمه هكذا خفيفه. اذا هنا كما راكم تشوفوا، هنا رايحه نزيد لها فقط 20 غرام زبده طريه، 20 غرام دو بور مولي، يعني ملعقه كبيره اكل، une cuillère à soupe. Je vais vous mettre tous les ingrédients en français en barre d'infos. نحط لكم المقادير في صندوق الوصف، تلقاوهم بالعربيه وبالفرنسيه وبالانجليزيه. هنا نغطي الكريمه تاعي ونخليها بجيه. هنا بعد ما البريوش تاعي خمر، رايحه ندهن السطح تاعو بالصفار بيضاء مع شويه ماء. الماء هدايا رايح يحمر لنا البريوش تاعنا، سواء البريوش او الخبز. هي بزاف يستعملوا الحليب، هي هذه خطأ. من الاحسن الحليب يبسو، من الاحسن نديرو شويه ماء. المهم رايحه هنايا ندير هكذايا خطوط، نقسم شغل تقسموا هكذايا باش يجونا هذوك الخطوط، يجي البريوش الشكل تاعو شباب. هدايا كيتوغ راهو خاص بالطبخ، شريت علبه كبيره وفيها مهم عدد كبير. المهم هنا الخبز تاعي ولا البريوش تاعي درتو يطيب، هنا اخدالي انايا نصف ساعه على 180 درجه حتى تحمر وطاب. المهم مده الطهي كل وحده والفرن تاعها. انا طيبته في شالور تورنونت، هذيك كش يسموها بالعربيه المروحه عفوا الهوائيه نظن. اذا هنا رايحه خليت البريوش تاعي برد تماما وخلوه يبرد، ومن بعد باش تقدروا تحشيوه بهذيك الكريمه. فو ليسي لي بريوش refroidir et après on va les remplir avec la crème pâtissière. المهم كل شيء واضح في الصورة. هنا قسمت الكريمة تاعي على زوج، وحدة خليتها بذوق الفانيلا والاخرى درت لها الكاكاو ولا ديو لها شوكولا دوب وشوكولا، ووحدة درت لها باتا تارتيني يعني شوكولة طلي، لانه كاين اللي ما يحبوش ياكلوه بالكريمه الباتيسير. وحده خليتها هكذاك ناتور طبيعيه ما درت لها والو. اذا هنا عندي رايحه ندهن السطح تاع البريوش تاعي بالناباج لا جولي، يعني مخدومه في ناباج مخدوم في البيت، ولا ديروا العسل اللي عندكم. رايحه ندهن كامل السطح تاعها يعطينا شكل يعني شباب، تجينا هذيك البريق هذاك تجي تبرق تجي شابه. ومن بعد زينتها بهذا السكر كلاص. وتزيين طبعا يبقى اختياري، كل واحد يزين كيما يحب على حسب واش عندكم. وهنا كنت حمرت شويه لي زاموندي فيلي ولا اللوز هذا المقطع رقيق، وزينت البعض فقط من البريوش، انه كاين اللي ما يحبوش ثاني ياكلوا لي اللوز. تقدروا تزينوا بالكاوكاو والفول السوداني والكاكاوات ولا اي مكسرات. هنا البريوش كما راكم تشوفوا خلاص حطيته هكذا في الصحن التقديم. المهم يجي شباب بزاف، يجي بنين للسحور. على بالي بزاف اللي يحبوا هذا البريوش، صدقوني هذه وصفه اصليه تاع المحلات، تجي بنينه بزاف، تجي خفيفه طريه كما راكم تشوفوا. هاني قسمت لكم باش تشوفوا. صراحه يتنكل بالخف، ما يقعدش ولا قعد لكم ديروه في الثلاجه وما يصرالو والو. نتمنى انه هذه الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. ونقول لكم صحه رمضانكم ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا وصحه فطوركم. اتمنى تجربوا الوصفه، وصفه رائعه. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.